السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد المفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد اسمه بريميوم باركينج. التطبيق ده مساحته 20 ميجا، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بمعرفة أماكن انتظار عربيات. لو أنت رايح مكان جديد عليك، لو أنت رايح سينما، رايح مسرح، رايح مشوار تبع الشغل بتاعك، محتاج ان انت تركن عربيتك في مكان امن، في مكان ما تاخدش فيه مخالفة، في مكان يحافظ لك على العربية. فالتطبيق ده بيقدر يعرفك على اقرب جراشات للمكان اللي انت رايح فيه. بيقدر يعرفك وتقدر ان انت تروح الجراج وتركن عربيتك بامان، وتقدر ان انت تدفع تمن الركنة، سواء بقى هتركن كام ساعة. فانت بتقدر تحدد الوقت اللي انت هتقعد فيه، ساعة، ساعتين، تلاتة. طبعا كل ساعة بيكون ليها سعر. لو طبعا الوقت خلص بتاعك وانت لسه مثلا ما خلصتش الشغل بتاعك او ما خلصتش المصلحة اللي انت بتقضيها، فانت بتقدر تدفع من خلال الابليكيشن. ان انت تحتاج تزود وقت تاني، فانت بتدفع من خلال الابليكيشن ان انت تقول له مثلا مديولي ساعة كمان، مديولي ساعتين كمان. طب انا ممكن مثلا هبات النهاردة اي حاجة من الحاجات دي، فانت بتقدر تطلبها منهم من خلال التطبيق وبتقدر تدفع لهم من خلال التطبيق. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق كله باللغه الانجليزيه وما فيهوش لغه عربيه. بس كده يعتبر نفس شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رتب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.